من فترة واحدة كتبت لمامتها، قالت لها كل حاجة حلوة في حياتي من بعد ربنا كنت السبب فيها. انت الأب والأم والعيلة، انت الدعوة اللي بتفتح لي كل البيبان المقفلة، انت اللي وقفتي جنبي واقتنعتي بيا، انت اللي عشتي حياتك كلها عشاني، انت حبيبتي ونور عناية يا ماما، وحشتيني قوي وبحبك قوي وقلب قلب 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 قلب. البوست ده اتكتب بعد أيام مما اتجوزت شيماء سيف. ربنا يخليلك ماما. احلى حاجه ممكن تتكتب من عروسه لمامتها بعد ما اتنقلت من بيت الاهل لبيت الزوجيه، فيها حب كتير وفيها حكايات كتير. خلينا نستقبل حبيبتنا العروسه شيماء سيف. عروسه يا عروسه، ازيك يا حبيبتي؟ يا كده ازي حضرتك؟ والله مساء اهلا بيك يا شيماء. حلوه حلوه حلوه. ازيك يا شيماء؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ البوست ده انت كتبتيه بعد قد ايه من جوازك؟ لا بعد فتره قليله قوي، يعني مثلا 3 ايام ولا حاجه كنت بدات اندم. شيماء مش كده يا شيماء. كنت عايزه الف وارجع تاني. عايزه اقول لهم ما اتفقناش على كده. ايه يا شيماء، ما انت كمان دلوعت ماما قوي قوي بجد قوي. الحقيقه يعني هي عاشت حياتها كلها بتدلعني، وحتى محمد جوزي دايما بيقول لي كده، يعني بيقول لي انا ما شفتش حد اتدلع كده. هي بجد بمعنى الكلمه عمرها مثلا ما طلبت منها حاجه ورفضتها لي، بس مش باللي هو بالبنات المايعه، لا يعني كان دايما اللي هو لو ذاكرتي وبقيتي شاطره وعملتي ومؤدبه هيبقى في كذا، فانا كنت بعمل اللي عليا عشان اخد الكادو اللي في الاخر بس. لا انت جدعه، انت مش متدلعه، انت جدعه. يعني ما هي عرفت تعمل موازنه. اما خرجت بقى للمجال وشفت كده وشفت كده، فعرفت انها عملت حاجه حلوه، يعني عرفت من اللي شفته. ده حقيقي. طب قولي لي، عارفه انا لما شفت البوست ده حسيت انه فيه حكايات كتيره قوي، او الكلام اللي انت كتبتيه على انستجرام، لا ده مش بس واحده بعدت عن مامتها يومين 3، لا دي واحده شايله لمامتها حاجات كتيره قوي يا شيماء. قولي لي. طب الاول انا عايزه اقول لكل الامهات الموجوده كل سنه وانتم طيبين، وكل عيد وانتم منورين حياتنا. ربنا يحفظكم لي. جمال. وحضرتك طيبه كمان. وانت طيبه، وعقبال ما نقول لك كل سنه وانت طيبه يا رب يا ان شاء الله. السنه الجايه بقى ان شاء الله. ما انا كل سنه باجي مع حضرتك بيبقى في خطوه حلوه. فاكره الفرح اللي حكيت لك عليه مش حصل. ايوه ان شاء الله يا رب كل سنه عندك حاجه حلوه. التارجت بقى ان شاء الله يا رب. وكل سنه القرد اللي حكيت لك ايوه، بس كل سنه بقى هتجيبي عيل يا شيماء ان شاء الله. نعمل مدرسه ولا قولي لي بقى. ماما ليه كتبت لها البوست ده؟ عشان كنت حاسه ان انا عايزه اكرمها باي شكل من الاشكال، وعايزه اقول لها انا ما نسيتكيش، وعايزه اقول لها انا لما اتجوزت مش ده معناه ان خلاص دورك انتهى، لا هي ماما هي سر وجودي. انا بحس ان انا بتنفس بيها لحد النهارده. انا اولا انا مش عايزه اعمل كده، بس يعني ماشي. انا ما عرفتش اسكن بعيد عنها، يعني كان من اول حاجه ان انا هسكن جنب ماما، فبيني وبين مامتي شارع. والشارع ده حاسه انه بلاد كتيره قوي، يعني عايزه مش عارفه انام في بيتنا لحد دلوقتي، ما بعرفش انام واحس ان انا نايمه. اما بروح لها زياره والله لو معديه عليها ساعه بنام. اللي هو اقول لها بصي يا ماما اتكلمي جنبي، بس انا عايزه ابقى حاسه ان صوتك وحسك جنبي وكده، وارجع للايام اللي ما فيش فيها مسؤوليه وان انا نايمه. ده كان قمه الامان بالنسبه لي. فماما من البدايه خالص هي ام حنينه. انما غالبا هي كمان وقفت في ظهرك جامد جدا قوي، لان هي كانت كمان بتشتغل، ودايما اغلب الامهات اللي بتشتغل بتلاقيهم شويه في سن بيبقى يعني بيبقوا مثلا مشغولين عن اولادهم، بيدوا المهام مثلا للجده للاخت الكذا. هي ما كانش عندنا الحاجات دي، فعمري ما حسيت ان هي مقصره معايا. يعني كانت دايما
بتبقى عايزه انها تفضل طول الوقت معايا حاضره. يعني مثلا كنت ببقى في المدرسه، الاطفال بيبقى اهاليهم معاهم ساعات الامتحان واحنا لسه صغيرين قوي، وما بيسيبوهمش عشان يفضلوا الاولاد مطمنين وهم بيجاوبوا فيخرجوا يلاقوا امهاتهم. فانا كنت ببقى عارفه انها رايحه الشغل، وكل مره كان بيبقى عندي تخوف هل هخرج الاقيها ولا مش هلاقيها زي الاولاد. عمري في يوم ما خرجت ما لقيتهاش يعني. يعني مع كل امتحان تقف لك على المدرسه؟ لا كانت بتروح شغلها وترجع بسرعه. يعني كانت بتعمل الحاجتين وعارفه توازن ما بينهم. مثلا فانوس رمضان كنت اخرج مثلا اول ما يقولوا خلاص ان بكره رمضان، فاخرج الاقيها تاني يوم جايبه لي الفانوس ومستنياني. وكان بابايا طبعا موجود، بس انا بابايا ومامتي منفصلين، فانا كان بابايا موجود بس كانه مش موجود. يعني اتعودت ان انا مثلا الاولاد في المدرسه يقولوا احنا عندنا رحله، فلاقي الولاد كلها يقولوا هنسال بابا، انا الوحيده اللي كنت بقولها هقول لماما. فكانت هي دايما بالنسبه لي هي كل حاجه. هي اللي موجوده في حياتك. طب وعلى سيره المذاكره بقى، كنتي بتذاكري كويس ومريحه قلبها، ولا زي الامهات التانيين طول رايحه جايه ذاكري يا بنتي ذاكري يعني يا بنتي؟ هي كانت في الاول حاولت تقول لي ذاكري يا بنتي، وبعد كده زهقت مني لان انا حفيظه. ما كنتش افهم ايه اللي موجود بس احفظه، يعني افتح الكتاب كده ابص فيه خلاص انا حفظته. فكانت تقعد تقول لي يا شيماء ذاكري انت مش عارفه ايه، فاقول لها يا ماما طب انت عايزه ايه؟ ادي الكتاب اهو. فكان بيبقى فيه ورا التعليمات اللي هي اغسل يديك جيدا قبل النوم، قم مش عارفه من النوم مكان، اغسل سنانك. فلقيتني سمعتها لها فبصت لي كده، فمن يوميها ما قالت ليش ذاكري. انت حافظه، مجنونه بقى انت حافظه مع نفسك. والامهات بقى اللي هو يعني طول ما انت بتذاكري عايزه حاجه يا حبيبتي ادخلك سندوتشات، يعني الامهات دول اللي ولا لا؟ يعني انا ما كنتش بستناها تقول لي، انا كنت بقف لها في المطبخ الحقيقه. ليه نوسخ اطباق وتروح الاوضه وكان انا واقفه معاك، هي تعمل وانا القف، هي تعمل على طول. ماما على طول. ايوه. طب بصي يا شيماء، انت لما بتتكلمي، وانا طبعا انا حاسه باللي جواكي وانت بتتكلمي على مامتك، وعارفه ان اللي جواكي اكتر بكتير من اللي انت بتقوليه،